بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. إخواتي وأحبائي جمهور تيكرز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكمل لحظة يحييكم. أنا طالع النهاردة في المنصة اللي إن شاء الله هتعجبكم. بتكلم في جزئين أو موضوعين. الموضوع الأول كريستيانو رونالدو، النجم الموهوب طبعا، اللاعب العالمي، بيلعب حاليا في مانشستر يونايتد. كان عنده اخر ماتش مانشستر يونايتد وتوتنهام وقاعد على الدكه. الموضوع الثاني اضواء على الاسبوع الاول من الدوري العام. طيب نشوف الموضوع الاول. كريستيانو رونالدو النهارده، كريستيانو رونالدو 37 سنه. 37 سنه، ما خلينا صراحه، عضلاته مش هتشيل افكاره، مش هتتجاوب مع افكاره. الصراحه حلوه برضه، ما اعرفش يعني. عقده ب 550 ألف دولار في الأسبوع أو يورو. هي أغلى لعيب بياخد أسبوعيا في العالم كريستيانو رونالدو، 37 سنة، ولا يمكن عضلاته هتتجاوب مع أفكاره. 550 ألف يورو في الأسبوع ولا دولار. يعني أنا مش عارف، يعني هو آخر مرة شفت له ماتش كان قاعد على الدكة. ماتش ليفربول ومانشستر، ماتش مانشستر يونايتد وتوتنهام. مش متعودين ان كريستيانو رونالدو يقعد على الدكة، مش متعودين. عنده ارقام مذهلة، عنده 700 هدف يا جماعة، 700 هدف في حياته. ريكورد لا يمكن، صعب تحقيقه. عنده 50 هاتريك، 50 هاتريك. عارف يعني ايه 50 هاتريك؟ منهم 34 هاتريك في الدوري الاسباني بس، وال16 هاتريك التانيين في الفرق الاخرى. ارقام، احصائيات. هو ما عندوش اسرع هاتريك، هنبقى نتكلم في الموضوع ده. يعني عمل هاتريك في زمن قد ايه؟ اسرع هاتريك ساديو ماني في دقيقتين ونص. هبقى اكلمك على موضوع الهاتريك وسرعه الهاتريك. انما كان قاعد، كان لسه في تغييرين لمانشستر يونايتد امام توتنهام. مانشستر يونايتد عمل ماتش هايل قدام توتنهام الرهيب وكسب 2-0. وكريستيانو رونالدو ده اللي وجعه اكتر وهو قاعد على الدكه. قبل الماتش ما يخلص بحوالي قد ايه، 5 دقايق او اكتر شويه، خد بعضه وخرج من غير ما يستأذن ولا حد يسأل في حد ولا ايه، ودخل اوضه اللبس وغير وخد عربيته ومشي. ده هو طبعا تم تغريمه وبيتمرن لوحده. انا شايف انهم ينهوا العلاقة معاه، لان العملية زايدة قوي، عايز ينزل اساسي. ودي رؤية مدرب، دي رؤية مدير فني، مش انت اللي تقول. لعب في فرق كتير وارقامه مذهله. يعني شوف مارادونا ونجوميه مارادونا الله يرحمه، والنجوم العالميين كرويف النجوم العالميين. انما هو ارقامه مذهله وصعب قوي انها تتحقق. هو نفسه اعترف بايه وقال ايه؟ قال تصريح، قال انا كنت اتمنى ان انا اكون مثال يحتذى به للشباب، انما للاسف تصرفاتي ما عجبتش حد. وهي انا بيعترف بخطأه انه اخطأ وبيقدم اعتذار بطريقه غير مباشره. ربنا يهديه. وانا شايف ان انهاء عقده هو السبيل الوحيد لراحته، لان انا بكررها المره الالف. عضلاته
لن تتجاوب مع أفكاره. نقطة من أول السطر. الأسبوع الأول للدوري أهلي إسماعيلي، فوز الأهلي 1-0، وكان ماتش حلو، وكان الإسماعيلي كويس واتغير. الزمالك وسموحة، فوز الزمالك 2-0. إنبي وبيراميدز، تعادل الإنبي وبيراميدز 1-1. سيراميكا كيلوباترا والمصري، سيراميكا عمل على المصري شغل هايل، كسب 3-0. معرفش إيهاب جلال، سيراميكا كسب المصري 3-0. إيهاب جلال بيعمل إيه مع المصري؟ لابد يطور من أدائه إيهاب، وإلا كمدرب هينتهي، لأن بصمته دلوقتي في الفترات الأخيرة بالأخص مش ظاهرة على الفرق اللي بيدربها، خصوصا المنتخب لما لعب ماتش باين ولا 2 وقال له مع السلامة. البنك الأهلي وفاركو 1-1. مقاولين العرب والمحلة 1-1. فيوتشر وحرس الحدود، فيوتشر كسب 2-0. طلائع الجيش والداخلية 0-0. في حاجات كده بنعلق عليها. الأهلي والأداء، وأنا أعتقد إن برونو سافيو في الأجناب هيفيد كولر أكتر من المهاجم المتأخر أو اللي بيسقط أو رقم 10. أعتقد إنه في الأجناب هيفيده، يجربوا كده، لأن في لعيب من الأهلي انطرد، طاهر محمد طاهر في الماتش الأخير، فممكن يجربه في الجناح، يجرب برونو سافيو. والأهلي لعب 4-2-3-1، والإسماعيلي كان دفاع منطقة ويعتمد على الهجمة المرتدة. الحقيقة الإسماعيلي اتحسن وهيأدي موسم كويس إن شاء الله، وأنا بطمن الإسماعيلاوية. الزمالك وسموحة، الزمالك برضو بأدائه دايما طريقته 4-5-1، بيملى منطقة الوسط باللعيبة وبيشن هجمات. سموحة كان كويس قوي. سموحة ليه ضربة جزاء في الشوط الأول، والزمالك ليه ضربة جزاء في الشوط الثاني. معرفش البدايات دي في إيه، فين كلاتنبرج ويتدخل، في لجنة الحكام، معرفش. اتفرجنا يمكن الماتشات كلها ما اتفرجناش عليها لأنها بتبقى صعب إنك تتفرج عليها. فيوتشر كسب 2-0، كسب حرس الحدود. وأحمد رفعت تم الاستغناء عن خدماته للعركة اللي عملها مع محمود، مع حارس مرمى فيوتشر، فأعتقد إنه هو استغنى عن خدماته وقال له مش عايزينك ومع السلامة. ضيع نفسه. هو عنده يعني، هو من نوع ستيف، عنده كبر دمه تقيل شوية. طب هتعمل ايه؟ مفيش فرقة هترضى تاخدك لانك انتشر او يقال انك بتاع مشاكل. يعني العملية بقت باينة انك بتاع مشاكل رغم انك لعيب كويس. بداية انبي وبيراميدز، والبداية 1-1. اعتقد انها كبداية بالنسبة لانبي مش مبشرة. ما اعرفش، انا ما شفتش الماتش الحقيقة، بس هل مصطفى فتحي نزل؟ اعتقد انه هيجي تعاقدوا مع مصطفى فتحي سنة لمدة اعارة. الاتحاد وانبي، الحقيقة الاتحاد محمود علاء نزل سنتر هاف للاتحاد بتاع الزمالك، اتنقل للاتحاد. والاتحاد كتيم يعني اعتقد ان هو يعني هيعمل حاجة. وكسب اسوار 1-0. ورضا شحاتة ماسك مش رضا شحاتة، الكابتن ربيع ياسين، اسف، ماسك اسوان. ان شاء الله بداياته كويسه وهيعمل شغل. معلش هي بتبقى محبطه شويه البدايه لما يكون فيها هزيمه، انما البدايه بالنسبه لاسوان كويسه. البدايه اللي ما عجبتنيش المقاولين والمحله. اعتقد انه لو استمروا على المستوى ده، المقاولين بالاخص هينزل، والمحله لازم يشد حيله شويه. فاعتقد ان طول الاسبوع الاول لا باس، بعض المباريات كويسه زي ماتش الاهلي والاسماعيلي. الزمالك وسموحه مش بطال، بس اقل شويه من الاهلي والاسماعيلي. وبعض المباريات المفروض انها يعني اقل قيمه شويه، المفروض ان احنا
دي بدايات، وإن شاء الله هتبقى بدايات كويسة بعد كده، وفي أمل إن البداية تبقى كويسة بإذن الله، ونتفرج على دوري كويس. سبسكرايب، شير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.